بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام نعزي صاحب العصر والزمان وجميع مراجع الأمة والعظام بهذه المناسبة الأليمة. الحسين هو سفينة النجاة، الحسين هو دستور الحياة، الحسين هو مسيرة لنا في دروب الأجيال. نتعلم من الحسين الشهادة والتضحية والوقوف بوجه الظالم، ونتعلم العدالة الاجتماعية. الحقيقة هذه الزيارة في هاي الأجواء الحارة الزائر ما يحس بها. ليش؟ لأنه عنده عقيدة وعنده مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحقيقة احنا لا يوقفنا حر ولا برد ولا مطار، زين، لأن احنا رايحين لقبلة الأحرار، وهذا اللي لمسناه احنا بالمواكب الحسينية. الطفل والرجل الكبير، المسن والمعوق والمرأة الكبيرة، كلهم ذاهبين بهذا الطريق المبارك إن شاء الله، ولا يشكون. والخدمة الحسينية ما شاء الله تزيد سنة بعد سنة. الإنسان يجب أن يصبح عادلا، يعوف الظلم، ما يعتدي على أخوه المسلم، ما يعتدي على المجتمع. تبدي العدالة تبدأ من أماذة الأذى عن الطريق وإلى عبادة الله. الحسين طريق الحرية، يعني الحسين طريق الحرية وطريق الإنسانية. يعني احنا هنا بخدمة زوار أبو عبد الله الحسين، وبدينا من اليوم الأحد لهذا اليوم بخدمتهم وبخدمة الجميع إن شاء الله، والله يحفظهم. نقدم أكل قاص، ريوق، همبرجر، كباب عروق، حلويات، مي، خير من الله. نصرة لنا أبو عبد الله ووفاء للسيدة زينب عليه السلام بخدمة الحسين الشهيد. متبرعين بيناتنا، احنا متبرعين بيناتنا، كل سنة نتبرع ونلم ونسوي من جيبنا الخاص. هذا الموكب للعلم مجموعة خليط الشباب عوال، يعني جمعت بيناتنا قسم من اهالي السيدية وقسم من اهالي الجهاد والمعارف، يعني مجموعة اقارب واصدقاء. تقريبا ما بعد السقوط تكون هذا الموكب، الحمد لله والشكر. صار لنا كم سنة متواصلين بهاي الخدمة، خير من الله، الحمد لله والشكر. قاعد نحسس الزائر انه كانه ما عايش ببيته، من فترة الخروج من بيته حد يرجع. نتعامل وياه كأنه ما بالبيت، قاعد روقه شلون يتريق، غداء، عشاء، شنو اللي يجي ببالك؟ مقبلات، حلويات، ابد ماكو شيء يكون ببالك، يعني بحيث يكون الزائر مرتاح. الامام الحسين امام الاراده كلها، وامام الحريه، وامام الطاعه كلها، امام التغيير، امام السياسه الصحيحه. الامام الحسين ضحى بنفسه وعياله وكل ما يملك في سبيل العداله.